كنت ماشي بعربيتي وفجأة الطريق وقف. الجو كان حر جدا وعشان كده كنت مشغل التكييف وقافل الإزاز. عدت 5 دقايق والطريق واقف، وتقريبا كل العربيات كانت بتضرب كلاكسات حواليا. الموضوع كان اوفر وانا اتأخرت على الشغل جدا. بصيت في ساعتي لقيتها 10:30 الصبح. كده كتير فعلا. بطلت العربية ولسه هفتح الباب عشان انزل، لقيت فجأة حاجة بتتهبد على الإزاز القداماني للعربية. خبيت وشي بإيدي عشان الإزاز اللي طار ما يجيش فيا. بعدها فتحت الباب وخرجت من العربية بسرعة. وقتها وقفت قدام العربية وأنا مصدوم. اللي وقع فوق الإزاز كانت جثة بنت. أنا فادي فيكتور وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي الليل. جاي لكم النهارده بقصة من كتابة وإعداد شادي إسماعيل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وما تنساش كمان تشترك معانا في جروب حكاوي الليل على الفيسبوك. هتلاقي اللينك سايبهولك في الكومنت المثبت ووصف الفيديو. ومن غير بقى ما اطول عليكم، يلا نبدأ حكاية جديدة من حكاوي الليل. الناس اتجمعوا حوالين العربية بتاعتي. أما أنا بصيت لفوق وقتها لمحت حد واقف فوق السطح وبيبص على الشارع. لكن أول ما شافني رجع لورا بسرعة. جريت على مدخل العمارة وطلعت كام سلمة ووقفت قدام الأسانسير، لكن للأسف كان في الدور الرابع. طلبته مرة واتنين بس شكل الباب مفتوح. جريت على السلم وبدأت أطلع لفوق. كنت خايف اللي شفته ينزل بالأسانسير، وبرضه خايف أركب الأسانسير ألاقيه نازل على السلم. قررت أكمل على السلم وزي ما تيجي بقى. وأخيرا وصلت للسطح. فتحت باب السطح ودخلت جوه. دورت يمين وشمال لكن ما كانش فيه حد. بصيت على جوانب العمارة، لقيتها أعلى بكتير من العماير اللي حواليها. يعني مستحيل يكون نط من هنا، ده أكيد نزل من جوه العمارة. بس هينزل إزاي؟ أنا طالع على السلم وما قابلتوش، والأسانسير كان واقف في الرابع. هيكون راح فين؟ نزلت على السلم وأنا بسأل نفسي السؤال ده. كنت بدور برضو على أي أثر ليه على السلم، لكن ما كانش في حاجة ملفتة للنظر. لما وصلت قدام العمارة كانوا لسه متجمعين حوالين العربية. طلبت منهم يبعدوا، ورفعت تليفوني واتصلت بالشرطة وبعدها الإسعاف. ولما وصلت عربية الشرطة استقبلت الضابط وقلت له: صباح الخير، أنا وكيل النيابة عادل عصمت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حضرة الضابط، العربية اللي وقعت عليها الضحية دي تبقى عربيتي. اتفاجئ من المعلومة، وساعتها طلب من العساكر يبعدوا الناس من حوالين العربية. بعدها قال لي: ايه اللي حصل بالظبط يا عادل بيه؟ انا كنت رايح مكتبي كالعادة بس فجأة الطريق وقف، والحقيقة وقفنا كتير وكنت ناوي انزل اشوف ايه اللي معطل الطريق. بس قبل ما افتح الباب اتفاجئت بالجثة بتقع فوق ازاز العربية. لما نزلت لمحت واحد بيبص من فوق السطح. طلعت جري عشان اجيبه، لكن للأسف قدر يهرب. حضرتك شغال في اي دايرة؟ الدايرة هنا، يعني لو كنت وصلت مكتبي في الوقت المناسب كان زمان حضرتك بتبلغني بالقضية. طب احنا هنمشي في اجراءاتنا العادية، بس حضرتك تقدر تباشر شغلك من دلوقتي. شكرا يا حضرة الضابط. قربت من الضحية وبدأت ابص عليها. واضح ان في جرح قطعي في الرقبة، لكن الدم ناشف. الضحية اتقتلت قبل ما تترمي من فوق السطح بساعات. دخلت عربيتي وخرجت من التابلو جوانتي، ببقى شايلهم معايا احتياطي. لبست الجوانتي ومديت ايدي في جيوب الضحية، بدور على اي حاجة اعرف منها هويتها، بس للأسف جيوبها كانت فاضية. بصيت على وشها مرة تانية وكان باين آثار التعذيب عليها. مسكت وشها وميلته ناحية اليمين، وساعتها شفت جرح في ودانها الشمال. تقريبا كانت لابسة حاجة كده وحد قلعها لها بالعافية. ولما ميلت راسها ناحية الشمال اكتشفت ان في نفس الجرح في ودانها اليمين. اكيد كانت لابسة دهب والقاتل سرقه. لبس الضحية بيقول انها كانت في سهرة او في نايت كلاب، لابسة شورت جينز قصير وعليه توب اسود. بس الغريبة انها ما كانتش لابسة حاجة في رجليها. لحظة واحدة، في دم على رجليها. الدم كان على وش الرجل الشمال وكان دم ناشف. بصيت على العمارة مرة تانية. الجثة عشان تقع على عربيتي مستحيل يكون اللي رماها من فوق شخص واحد، لازم يكونوا 2 أو أكتر عشان يقدروا يرموها بعيدة عن العمارة المسافة دي كلها. بس اللي أنا شفته كان شخص واحد مش 2 أو أكتر. لكن أنا متأكد
مستحيل شخص واحد يرميها المسافة دي كلها، لازم يكونوا 2 على الأقل. ومعنى إني مشفتهمش على السلم يعني دخلوا شقة في العمارة. طلبت من الضابط يطلع ويفتش العمارة شقة شقة، وفي نفس الوقت كان الطب الشرعي وصل وبدأوا يفحصوا الجثة. كنت واقف قدام العمارة لما شفت الضابط خارج من البوابة وبيقرب مني. كان باين على وشه إن في حاجة كبيرة. قرب مني ولقيته بيناولني ورقة وهو بيقول: عادل بيه، احنا لقينا الورقة دي على السطح. مسكت الورقة منه وساعتها قريت جملة مكتوبة باللون الأحمر: كل سنة وانت طيب يا عادل بيه. وجنب الجملة كان مرسوم صورة الوش بيضحك. دلوقتي بس عرفت مين اللي عمل كده. قبل الحادثة بسنة. وصلت لمسرح الجريمة وكان في فيلا في كومباوند جديد. أول ما وقفت قدام الفيلا ونزلت شفت ناس كتير من الشرطة والمعمل الجنائي والطب الشرعي، كل واحد فيهم كان بيقوم بدوره. دخلت الفيلا وجوه قابلت الضابط اللي استلم البلاغ واكتشف الجثة. سلم عليا وبعدها قال لي: الجريمة بشعة جدا. ايه اللي حصل؟ مش هقدر اوصف المنظر، تعالى حضرتك شوف بنفسك. مشيت معاه وطلع الدور التاني وانا وراه. دخل اول اوضه على اليمين وساعتها شفت قدامي الجثه. كانت لراجل في الخمسينيات. كان في قطع عرضي في رقبته واضح انه اتضرب بعنف ومطعون اكتر من طعنه في صدره. لاحظت كمان حاجه غريبه على صدره، كان في دبله محطوطه فوق صدره. قربت من الضحيه ونزلت على ركبتي وبصيت على الدبله. كانت دبله رجالي لونها اسود. الدبله كانت محطوطه واقفه وكانك حاططها على ترابيزه مش منيمها. الوضعيه والشكل غريب، بس ده معناه ان انا قدام قاتل ناوي يكرر جريمته، مش مجرد قاتل قتل بغرض السرقه او قتل عشوائي. لا، القاتل اللي يسيب علامه او رساله ده قاتل هيقتل تاني. بس امتى؟ ده السؤال اللي مش هعرف اجابته غير وانا واقف جنب الجثه الجديده. اتعدلت ووقفت في مكاني وبعدها بصيت للظابط وسالته: مين اللي بلغ؟ دولة مرات الضحيه. رجعت من بره لقيته بالمنظر ده، صرخت وجريت على السلم ندهت الشغالين، وبعد ما هديت بلغت. ومين الضحيه؟ منصور شلبي، رجل اعمال عنده 56 سنه، ما عندوش اولاد قبل كده، مع انه اتجوز مرتين بس ما خلفش في المرتين. والاتنين اللي فاتوا لسه على ذمته؟ لا، لان واحده فيهم كان متجوزها بره مصر وطلقها قبل ما ينزل يستقر في مصر. اما التانيه اتجوزها من حوالي 5 سنين وبعدين اتطلقوا، وما اتجوزش تاني لحد ما قابل دولة مراته الجديده. ودولة دي من نفس مستواه الاجتماعي؟ ما اظنش، هي فعلا من عيله متوسطه. منصور اتعرف عليها لما كان بيتعشى في مطعم، قابلها هناك مع الشله بتاعتها ووقتها طلب يتعرف عليها، وهي ما كدبتش عليه، بالعكس حكت له كل ظروفها وهو وافق واتجوزها. واهلها كانوا بيجوا يزوروها هنا كل فتره، ومنصور ما كانش بيتضايق من حاجه زي دي، ده ساعات كان بيفضي نفسه عشان يقعد معاهم. غريبه الحكايه دي. لا يا فندم، مش غريبه ولا حاجه. دولة صحيح كانت من عيله متوسطه، لكن ابوها كان مدير مدرسه وامها كانت موظفه في شركه حكوميه. الاتنين كانوا مربين ولادهم احسن تربيه، عشان كده منصور كان بيحترمهم لانه محسش معاهم ان بيضحك عليه او بيستغل. والكلام ده اللي قاله البوابين والشغالين في الفيلا، قالوا ان منصور كان بيبقى مبسوط جدا وهو قاعد معاهم، واكدوا ان عيله دولة كانوا ناس محترمين حتى مع كل اللي شغالين هنا. ودولة كانت فين وقت الجريمه؟ كانت بتعمل شوبينج في مول من المولات. اتاكدتوا من الحكايه دي؟ انا بعت حد هناك واتاكد انها فعلا كانت في المول وقت الجريمه. طب والشغالين كانوا فين؟ معقوله محدش فيهم سمع حاجه؟ الشغالين كلهم كانوا في اوضهم، وده لان منصور قال لهم انه داخل ينام، وبما انه نام ودولة مش موجوده فهم رجعوا اوضهم، والاوض كلها في الدور الارضي، يعني صعب يسمعوا حاجه لو القاتل قفل الباب عليه هو ومنصور. الحكايه دي مش داخله دماغي. ده الكلام اللي قالوه الشغالين كلهم يا فندم. اجمع لي الشغالين ودولة كمان هاتها لي اول ما اخلص مع الشغالين. اوامر معاليك يا فندم. ساعتها لفيت وش لدكتور الطب الشرعي اللي كان لسه بيفحص الجثه وسالته: الجريمه حصلت امتى؟ من حوالي ساعتين تقريبا. في اي حاجه غريبه في الجثه؟ لحد دلوقتي انا مش لاقي اي اثار تقول ان منصور دافع عن نفسه قبل ما يموت. تقصد انه كان متخدر؟ غالبا، بس ده هيبان في تحليل الدم. من غير تحليل انا كده فهمت ليه الشغالين محدش فيهم حس بحاجه.
ده لان منصور ما صرخش ولا عمل دوشه، لانه كان متخدر. بس يا ترى المخدر وصل له ازاي؟ لما تظهر نتيجه التحاليل هقدر احدد اذا كان اتخدر في الاكل او الشرب ولا استنشق ماده مخدره. قربت من الجثه وبصيت عليها وبعدين سالت الدكتور. طبعا سبب الوفاه جرح قطعي ده بنسبه كبيره، لكن ده هاكده لسعادتك في تقرير التشريح. وقفت في نص الاوضه وانا بكلم نفسي. المفروض منصور كان نايم على السرير هنا، بس السرير مترتب ونضيف، مفيش اي حاجه مش في مكانها. معنى كده ان منصور ما كانش نايم في السرير ده. خرجت من الاوضه ومشيت كام خطوه لحد الاوضه التانيه، واول ما دخلت بصيت على السرير اللي فيها، بس برضه كان مترتب ونضيف. خرجت ورحت ناحيه الاوضه التالته، الباب كان مقفول. فتحته بهدوء وبعدها فتحت النور، وساعتها شفت السرير اللي بدور عليه. سرير صغير في اوضه ما فيهاش غير السرير ده ودولاب ضلفتين ومكتب صغير جنب باب الاوضه على الشمال. كنت مستغرب من محتويات الاوضه، لكن ده السرير اللي اكيد بدور عليه، وده لان ملايه السرير كانت مبهدله، وحتى المخده ما كانتش مظبوطه في مكانها. لاحظت ان جنب السرير في كومودينو صغير وعليه كوبايه فاضيه. ندهت رجاله الطب الشرعي والمعمل الجنائي وطلبت منهم يعاينوا الاوضه دي ويفحصوا الادله ويرفعوا البصمات. انا متاكد ان الجريمه بدات من هنا. ولحد ما يخلصوا سبتهم ونزلت تحت. قعدت في اوضه المكتب الخاصه بمنصور، وبداوا الشغالين يدخلوا عليا عشان استجوبهم. اول واحد سالته: اسمك ايه؟ عبد الرحمن يا بيه. كام سنه؟ 45 سنه. بتشتغل هنا بقالك كتير؟ انا مع منصور بيه بقالي 10 سنين يا بيه، من قبل حتى ما نيجي الفيلا دي. هو جه هنا من امتى؟ بقالنا 2 سنين يا بيه. اخر مره شفت منصور النهارده كانت امتى؟ حوالي الساعه 8:30 يا بيه. كانت دولة هانم خرجت من الفيلا، بعدها طلعت له فوق وسالته: عايز حاجه يا منصور بيه؟ قال لي: لا، روح نام انت يا عبده، وقول للباقي شغالين يناموا هم كمان، انا تعبان وهنام دلوقتي. وبعدين ايه اللي حصل؟ نزلت تحت قلت لكل الشغالين انه مش عايز حاجه، وقلت لهم اللي عايز ينام ينام، كده اليوم خلص. وكلهم ناموا ولا في حد فضل سهران؟ والله ما اعرف يا بيه، اصل انا نفسي دخلت نمت لاني كنت تعبان من الوقفه طول النهار. يعني انت نمت بمجرد ما نزلت من عند منصور؟ ايوه يا بيه. ماشي يا عبده، اطلع انت دلوقتي استناني بره. خرج عبده وبعدها دخل واحد تاني من الشغالين، كان بيترعش وهو قاعد قدامي. بصيت له باستغراب وسالته: بتترعش كده ليه يا حاج؟ رد عليا بلسان تقيل: لا لا، ما فيش حاجه. اسمك ايه؟ ثروت. عندك كام سنه؟ 30. انت خايف من ايه يا ثروت؟ مش خايف. امال بتتكلم كده ليه؟ انا كده. ماشي يا ثروت، قول لي بقى اخر مره شفت فيها منصور النهارده كانت امتى؟ الساعه 5. الساعه 5؟ هو منصور ما نزلش من فوق من بعد الساعه 5؟ لا، هو خلص غدا وبعدين طلع على فوق وما نزلش تاني. انت نمت الساعه كام؟ الساعه 10. وما سمعتش اي صوت غريب قبل ما تنام ولا حتى وانت نايم؟ سكت شويه وشفت عينيه شارده وباين فيهم الخوف. ساعتها سالته: شكلك سمعت، انا مش عايزك تخاف وقول لي سمعت ايه. هز راسه بالنفي وهو بيقول: انا ما سمعتش حاجه. لا سمعت يا ثروت، قول لي سمعت ايه وصدقني مش هقول لحد. ما سمعتش. ما سمعتش. بدأ يتشنج وكرر الجملة أكتر من مرة وهو بيهز دماغه بالنفي. وقتها قلت له: طب اهدى. سكت وهو بينهج ولاحظت دموع في عينيه. اتنهدت وقلت له: اطلع يا ثروت، بس أنا متأكد إنك سمعت، ولو كنت تقبل إن دم الراجل اللي اتقتل ده يروح حضر، لازم تعرف إن عقابك عند ربنا هيكون شديد. اتفضل اطلع. فضل قاعد مكانه لثواني، بعدها قام وقف وخرج وهو بيجر رجليه وحركته تقيلة، وعند الباب لف وبصلي. ساعتها اتعدلت بجسمي وبصيت له بأمل، لكنه خرج من غير ما ينطق ولا كلمة. ارتحت بعدها في الكرسي وأنا بنفخ بزهق.
بقول في سري الواد ده عارف حاجة بس خايف يتكلم، ومعنى انه خايف يتكلم يعني القاتل واحد من جوه الفيلا. فقت على صوت خطوات، رفعت راسي لقيتها واحدة من الشغالين، قربت من المكتب وقعدت على الكرسي قدامي، وساعتها قلت لها: اسمك ايه؟ عدلات يا بيه. عندك كام سنة؟ 29 سنة يا بيه. بتشتغلي هنا بقالك كتير؟ بقالي 5 شهور بس يا بيه. شفتي منصور امتى اخر مرة؟ النهاردة لما كانوا بيتغدوا هو والست دولت. يعني الساعة كام؟ حوالي الساعة 5. وهو ما نزلش تاني من بعدها؟ لا ما نزلش يا بيه. وهو كان متعود يقعد المدة الطويلة دي كلها في اوضته وما ينزلش؟ لا، بس يومها كان باين عليه انه تعبان، حتى ما خرجش الصبح. هو يا دوب نزل قعد في الجنينة شوية الصبح، وبعدين طلع اوضته وما نزلش غير على الغدا، وبعد كده طلع وما نزلش تاني. انت نمتي الساعة كام؟ انا نمت لما عم عبده نزل من فوق وقال منصور بيه بيقول لكم مش عايز حاجة، واللي عايز ينام ينام. وقتها ما صدقت ودخلت اوضتي جري. ما سمعتيش اي صوت غريب قبل الحادثة؟ لا، انا ما قمتش غير على صوت ستي دولت وهي بتصرخ وبتقول: منصور اتقتل، منصور اتقتل. قلبي وقع في رجليا وقمت جري، ووقتها شفت اللي حصل. تقدري تفتكري مين من زمايلك كان واقف عند الأوضة لما دولت صرخت وانت رحت هناك؟ كان واقف عم عبده والبت ثانية ومعاهم سيد. ومين كمان يا بنتي؟ عدلات. ومين كمان؟ والواد ثروت اللبخة. يعني كلكم كنتوا واقفين؟ لا كده ناقص القسطة الكبيرة، الست حليمة الرئيسة بتاعتنا كلنا. وهي كانت فين الست حليمة؟ معرفش يا بيه، بس أكيد كانت نايمة، حاكم هي نومها تقيل. طب استني انت بره يا عدلات، وبعتيلي الست حليمة الرئيسة بتاعتك. أمرك يا بيه. خرجت عدلات من المكتب وبعد دقيقة دخلت حليمة، كانت ماشية ببطء شديد. تابعتها لحد ما وصلت للكرسي، ووقتها قلت لها: اقعدي يا ست حليمة. قعدت وهي بتقول: شكرا يا باشا. قولي لي يا ست حليمة، انت شغالة مع منصور بقالك قد ايه؟ من زمان قوي يا باشا، يجي من 15 سنة. ياه، ده زمان فعلا، ده انتوا عشرة عمر. طبعا. ومش غريبة انك تسمعي ان عشرة عمرك اتقتل وما تقوميش تشوفي ايه اللي حصل. ومين قال اني سمعت؟ انا كنت نايمة وقتها لحد ما ثانية جت صحتني وهي بتصرخ وبتقولي الخبر. يعني انت كنت نايمة فعلا؟ ايوه يا باشا. هتسأل ثانية؟ امتى اخر مرة شفت فيها منصور قبل ما يتقتل؟ النهاردة على الغدا. ما شفتهوش تاني؟ لا، لانه طلع اوضته وما نزلش منها تاني. هي الاوضة بتاعت منصور انهي اوضة بالظبط؟ تالت اوضة على اليمين يا باشا. مش غريبة دي؟ ازاي واحد يسيب الفيلا دي كلها وينام في الاوضة الصغيرة دي؟ الفترة الأخيرة كان في مشاكل بينه وبين الست دولت، فنقل هدومه وحاجته في الدولاب اللي في الأوضة الصغيرة وبقى ينام هناك. وإيه طبيعة المشاكل اللي توصلهم لكده؟ معرفش. يا حليمة، انت بقالك 15 سنة مع منصور زي ما بتقولي، يعني أكيد سره معاكي. اتكلمي يا حليمة. هما كانوا بيتخانقوا بسبب غيرة منصور بيه. زي ما حضرتك عارف منصور بيه راجل في الخمسينيات، والست دولت لسه شابة صغيرة وحلوة والعين عليها، فكان منصور بيه بيغير عليها زيادة حبتين، خصوصا بقى ان موضوع الخلفة ده اتأخر وهي بدأت تفتحه كتير الفترة الأخيرة. فالراجل بدأ يحس انها عايزة تتطلق والغيرة زادت، وفي الآخر حصلت بينهم خناقة لرب السما. ومن بعدها منصور بيه نقل الأوضة الصغيرة والست دولت بقت تنام في الأوضة الكبيرة. طب وانت ايه رأيك في الموضوع ده؟ موضوع ايه يا باشا؟ تفتكري فعلا منصور كان عنده حق يغير، وان دولت ممكن تكون على علاقة بحد تاني؟ استغفر الله، لا يا باشا، الست دولت دي ست الناس، عمري ما شفت عليها حاجة بطالة. امال منصور كان بيغير ليه عليها؟ هو الله يرحمه كان حساس شوية بسبب موضوع الخلفة، لكن لا، الشهادة لله الست دولت ست كمل. يعني دولت كانت ست كويسة ومنصور هو اللي غيرته زيادة؟ ايوه يا باشا. طب منصور نفسه بقى ما كانش له علاقة كده ولا كده؟ الحق يتقال، الراجل ده عمري ما شفت عليه حاجة وحشة. الراجل دلوقتي في دار الحق واحنا في دار الباطل. ماشي يا حليمة، استنيني بره. خرجت حليمة وبعد شوية دخلت ثانية، كان باين عليها انها قلقانة. وقفت قدامي وساعتها طلبت منها تقعد، ولما قعدت قلت لها: اسمك ايه؟ ثانية عبد العال. عندك كام سنة؟
19 سنة. ايه اللي حصل يا ثانية؟ ما اعرفش يا بيه، انا كنت نايمة وفجأة سمعت الست دولت بتصرخ وبتقول ان الباشا اتقتل. قمت جريت من مكاني، ولما وصلت الأوضة شفت الباشا واقع على الأرض وسايح في دمه زي ما سعادتك شفته كده. تفتكري مين اللي كان واقف في الأوضة ساعتها؟ كنت أنا وعدلات وسيد وعم عبده وثروت والست حليمة. الست حليمة كانت معاكوا؟ لا. لا افتكرت، الست حليمة ما كانتش معانا، بس أنا نزلت بعد كده وصحيتها. أيوة يا باشا، كانت نايمة وأنا اللي صحيتها. يعني هي كانت نايمة وأنت اللي صحيتيها؟ أيوة يا باشا. وما كانتش معاكم من الأول؟ لا يا باشا. أمال ليه قلت لي إنها كانت معاكم أول مرة؟ الواحد من ساعة اللي حصل وجدته متلبشة يا باشا، أنا كويس إني فاكرة حاجة أصلا. ماشي يا ثانية، قوليلي إمتى آخر مرة شفتي منصور؟ الصبح يا باشا. ليه؟ وأنت مشفتوش على الغدا؟ لا، أصل أنا وقت الغدا كنت تعبانة وقعدت في أوضتي لحد بالليل. كنت تعبانة مالك؟ تعب من اللي بيجي للبنات يا باشا. لا، ألف سلامة يا ثانية. الله يسلمك يا باشا. لاحظت إنها طول ما هي قاعدة كانت بتشد الهدوم على بطنها، وكمان كانت بتضغط بإيديها على ركبتها. وهنا سألتها: في حاجة يا ثانية؟ حاسة بتعب ولا حاجة؟ إحنا معانا دكتور ممكن يكشف عليك. اتخضت ووشها اتخطف وقالت بلهفة: لا لا، أنا كويسة يا باشا، أنا زي الفل. يا بنتي لو تعبانة عربية الإسعاف بره، نخليهم يطمنوا عليك. لا يا باشا متقلقش، أنا تمام. ماشي يا ثانية، تقدري تخرجي تستني بره. خرجت ثانية وساعتها فردت ظهري على الكرسي. بعد دقايق دخلت دولت، قربت من المكتب، ووقتها تعدلت في قعدتي وأنا بقول لها: أستاذة دولت، البقاء لله، البقية في حياتك. أنا آسف لو كنت استخدمت مكتب منصور بيه الله يرحمه، بس ظروف الشغل بقى. ولا يهمك يا فندم، مفيش مشكلة. أستاذة دولت، حضرتك قلتي للظابط إنك كنت في المول بتعملي شوبينج وقت ما منصور بيه اتقتل. يا فندم. وطبعا حضرتك وريتي للظابط الإيصالات اللي بتثبت إنك اشتريتي حاجات من هناك، مش كده؟ أيوة فعلا، والإيصالات أهي. أنا مصدقك، طبعا مصدقك. أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال واحد: مين اللي كان معاكي وقتها؟ السواق. بس حضرتك تقصد ايه؟ انا بسأل مش قصد اي حاجة، وحضرتك المفروض تجاوبي بآه او لا. بصيت لي شوية قبل ما تقول: لا، ما كانش معايا حد. قربت من المكتب وبصيت في عينيها وانا بقول لها: بس انا جات لي معلومة مؤكدة ان كان في حد مع حضرتك. بلعت ريقها وهي بتبص لي قبل ما تقول: ده احمد ابن خالي. ابتسمت وانا ببص لها، بعدين رجعت لورا في الكرسي قبل ما اسالها: واحمد ابن خال حضرتك كان بيعمل ايه معاكي في المول؟ كان هناك واتقابلنا صدفة. طب وليه من الاول انكرت وجوده؟ هي جريمة ان الواحدة تقابل ابن خالها في المول؟ لا مش جريمة، بس منصور كان بيحسسني دايما انها جريمة، عشان كده اتعودت اخبي لو قابلت حد من اهلي في اي مكان. بس استاذ منصور مات، الله يرحمه طبعا، وانا اللي كنت بسأل حضرتك، يعني ما كانش فيه داعي تخبي عليا. انا اسفة. طب قولي لي، رحتوا فين بعد كده؟ قعدنا في كافيه في المول، كان عنده مشكلة مع خالي وبياخد رأيي فيها. وهو متعود ياخد رأيك دايما في المشاكل اللي من النوع ده؟ أنا أكبر من أحمد بسنتين، ولما بيحصل له مشكلة كان دايما بيجي يحكيها لي، لأن أنا أكبر واحدة في العيلة. مفهوم طبعا. حاسة حضرتك بتتريق عليا؟ لا خالص، ليه بتقولي كده؟ نظرات حضرتك ونبرة صوتك بيقولوا كده. لا أنا بسمعك، مش قصدي حاجة. المهم، قلت له حل المشكلة. مشكلة إيه؟ مشكلة أحمد مع خالك. قلت له يتكلم معاه تاني، وانا كمان هحاول اقنع خالي يوافق على جوازه. جوازه؟ ما هي المشكله ان خالي رافض احمد يتجوز بنت اخوه، يعني بنت خالي التاني. طب حضرتك رحت فين بعد ما خلصتي المشكله دي؟ ولا حاجه، جيت على هنا. ولما وصلتي كان في حد من الشغالين صاحي؟ ثروت كان صاحي. ثروت؟ واتكلمتي معاه؟ لا، انا شفته واقف عند السلم اللي بينزل على اوضه الشغالين، واول ما شافني اختفى بسرعه. وبعدين؟ طلعت فوق وشفت المنظر اللي شفته، منصور كان واقع على الارض والدم كان حواليه. اول ما قالت كده حطت ايديها على وشها وانهارت في العياط. قمت من مكاني ولفيت الناحيه التانيه، قعدت قدامها وخرجت منديل من جيبي ناولته لها وانا بقول لها: اهدي يا استاذه دولت، ما تعمليش في نفسك كده.
خدت مني منديل ومسحت دموعها قبل ما تقول: مش قادر اتخيل ان منصور اتقتل بالطريقه البشعه دي. مين ممكن يكون عايز يخلص منه؟ وليه؟ ده منصور مفيش اطيب منه في الدنيا. والله دي الاسئله اللي المفروض حضرتك تجاوبيني عليها. في اللحظه دي بطلت عياط وبصيت لي باستغراب، فكملت كلامي وقلت لها: بصي، انا هحاول اصدقك مع انك خبيتي عليا موضوع احمد ابن خالد. وبالمناسبه انا ما كانش عندي معلومه مؤكده ولا حاجه، بس ده كان مجرد تخمين وطلع صح. مجرد تخمين ازاي؟ اصلي واحد زي منصور مش هيشك في حضرتك الا لو كان في فعلا راجل. جايز يكون مفيش علاقه بينكم وانتي ست محترمه زي ما كل الشغالين ما قالوا، بس الاكيد ان في راجل وفعلا طلع في احمد ابن خالد. حتى لو مفيش بينكم حاجه، بس ده اكيد كان بيضايق منصور. الحقيقه انا ما فهمتش انت ليه خبيتي عليا، لكن انا هصدقك في اللي جاي واتمنى ما تخبيش مره تانيه. اتفضل حضرتك اسال وانا هجاوبك بكل صراحه. منصور كان بيشك فيكي، صح؟ صح. مع مين؟ سكتت شويه وساعتها قلت لها: احنا اتفقنا انك هتجاوبي بصراحه. كان بيشك ان في حاجه بيني وبين صادق قريبي. يقرب لك ايه صادق؟ وعلاقتكوا ايه ببعض؟ صادق يبقى ابن عمي، كان مسافر بقاله سنين ورجع من شهرين 3. طبعا رجع معاه فلوس كتيره جدا. صادق مشكلته انه اجتماعي زياده عن اللزوم ومجامل بشكل رهيب، فكان دايما بيجيب لي هدايا. ولما كنت ببقى عند اهلي مثلا ويصادف انه موجود، كان بيخرجني يعزمني على العشاء، حاجات من النوع ده يعني. وطبعا منصور كان بيتضايق، ده اكيد. بس اللي ضايقه اكتر لما كنا قاعدين في مره وصادق لمح بموضوع الخلفه. وقتها منصور اتعصب وقمنا مشينا، ولما رجعنا طلب مني اقطع علاقتي بيه. وانت كان ايه ردك؟ رفضت في الاول، بس لما اتعصب جامد قلت له حاضر. وفعلا قطعتي علاقتك بصادق؟ الحقيقه ما بقتش مهتمه، بس لما بشوفه عند اهلي بسلم عليه عادي وبعدها بدخل اوضتي. طب وصادق نفسه؟ ماله صادق؟ هو كمان ما كانش مهتم. بصراحه اوقات كتير كنت بحس ان منصور عنده حق، وان اهتمام صادق بيا مبالغ فيه شويه، ويمكن ده اللي خلاني ابعد. طب وهو بعد؟ لا، اتكلم معايا وقال لي حاسس اني بتعمد ابعد من اي مكان هو فيه. وقلت له ايه ساعتها؟ واجهته بالحقيقه، وان منصور طلب مني اقطع علاقتي بيه، فرد عليا وقال لي انه هيحترم رغبه منصور. بس بصراحه يومها قال جمله غريبه جدا. قال لك ايه؟ قال لي ان انا كنت فاكر لما ارجع هلاقيكي مستنياني عشان نتجوز. هو انتوا كان في بينكم حاجه قبل ما يسافر؟ لا خالص. صادق قبل السفر ما كانش له اي لازمه في العيله، كان شاب مستهتر وفاشل ومحدش كان بيعبره، وطبعا كان مستحيل ابص له. جمله غريبه فعلا. طب تفتكري ليه صادق كان فاكر انك هتستنيه مع ان ما كانش في بينكم حاجه؟ معرفش، يمكن هو وصل له احساس انا مش قصداه وافتكر ان في حاجه جوايا ناحيته. ممكن، او ممكن يكون هو بيتصور ده. ازاي يا فندم؟ يعني كان بيحلم بيكي مثلا، وحلمه ده صور له انك بتبادليه نفس الشعور. سافر وهو فاكر ان الحاجه الوحيده اللي بتمنعه عنك هي الفلوس. ممكن، بس ما اعتقدش. طب خلينا نرجع للوقت اللي انت رجعتي فيه الفيلا. ما لاحظتيش حاجه غريبه قبل ما تطلعي فوق؟ لا، انا رجعت ولما دخلت من الباب شفت ثروت زي ما قلت لحضرتك واختفى بسرعه. وقفت ثواني مستغربه، بس بعدها طلعت على فوق على طول. وبعدين سكتت عند النقطه دي، وساعتها قلت لها بلهفه: وبعدين ايه؟ افتكرتي حاجه صح؟ ايوه، انا لما طلعت من السلم لمحت نور اوضه منصور بيطفي، لكن لما ركزت لقيته مطفي، فقلت يمكن متهيألي. بعدها شفت اللي حصل فنسيت موضوع النور ده. يعني انت لما رجعتي من بره كان باب اوضه منصور مفتوح؟ ايوه. رجعت بظهري وانا بفكر. غريبه، الباب كان مقفول وانا اللي فتحته بايدي. معقوله تكون بتكذب؟ لكن هي متعرفش ان انا اللي فتحت الباب. ايوه، بس ممكن تكون هي اللي قفلت الباب وبتخدعك. سرحت في تفكيري لحد ما فقت على صوتها وهي بتقول لي: حضرتك بتبصلي كده ليه؟ اتعدلت في قعدتي وانا بقول لها: لا، انا سرحت شويه بس، ممكن حضرتك تستنيني بره شويه؟ حاضر. قامت خرجت، ووقتها ريحت ظهري في الكرسي وقلت بصوت مسموع: وبعدين يا منصور، مين اللي عمل فيك كده؟ ثروت؟ ثروت انا شاكك انه عارف حاجه وخايف. ودلوقتي بعد كلام دولت انا بقيت متاكد ان ثروت يا اما قتلك يا اما شاف القاتل. ولا ثانيه غلطت وقالت ان حليمه كانت معاهم فوق، وبعدها قالت ان هي اللي نزلت صحتها
وده معناه ان ثانية ما كانتش فوق اصلا، او كانت فوق بس بتداري على حليمة. ولا يمكن دولت كدبت وما قالتش انها قابلت احمد غير لما وقعتها في الكلام. مين اللي قتلك يا منصور؟ قلت كده وانا بخبط بايدي على المكتب، ووقتها ايدي جت على حاجة. فوق المكتب كان في لوحة جلد، لما خبطت بايدي حسيت ان في حاجة تحتها. قمت من مكاني ولفيت ورا المكتب، قعدت على الكرسي ورفعت اللوحة. ساعتها لقيت رزمة ورق مكتوبة بخط الايد. حطيت الرزمة ومسكت اول ورقة وبدأت اقرا. كان المكتوب الآتي: انا منصور شلبي، بكتب الكلام عشان اوثق فيه حقائق مرعبة عرفتها الفترة الأخيرة. انا اكتشفت اني عايش وسط مجموعة من النصابين والكذابين. كل اللي حواليا بيكذبوا، حتى اقرب الناس واللي كنت فاكر اني ممكن أأمنهم على حياتي هم كمان طلعوا كدابين. انا عشت حياتي بالطول والعرض، لفيت الدنيا، قابلت ناس كتير وشفت حاجات اكتر، حبيت واتجوزت مرة واتنين وتلاتة. لكن الانسانة الوحيدة اللي قلبي اتفتح لها بجد كانت دولت، والمكان الوحيد اللي ارتحت فيه هو هنا وسط الناس اللي عايشين معايا في الفيلا. بس يا خسارة، اكتشفت ان كل دي اوهام عايشها في خيالي، والحقيقة ابشع بكتير مما كنت اتخيل. خليني الاول اعرفك عن الناس اللي عايش معاهم. الست حليمة، كبرتهم، اول واحدة اشتغلت عندي. حليمة كانت شغالة عندنا من وانا لسه صغير، احنا في سن بعض تقريبا. جت الفيلا مع ابوها وامها، كان عندها ساعتها 12 سنة. ابويا وامي عملوها بعطف وشفقة، وانا كنت بلعب معاها زي اختي. كبرنا احنا الاتنين قريبين من بعض، بس كل ما كان سننا بيكبر كانت تحذيرات امي ليا بتزيد. كانت خايفة احب حليمة واتعلق بيها وتعيش كابوس ابن الباشا اللي حب بنت الخدامة واتجوزها وهرب بيها من القصر. لكن انا طمنتها وقلت لها ان انا وحليمة مفيش بينا اي حاجة، كل الحكاية اننا اصحاب. بس برغم كده امي ما اقتنعتش، ومعاملتها لحليمة بدأت تتغير. كانت بتتعمد تهينها قدامي، وبعد ما تمشي حليمة من المكان وعاتب امي على اللي عملته، كانت تقول لي: عشان ما تنساش انها خدامة واننا اسيادها. يا ماما شيلي الحكاية دي من دماغك، انا وحليمة مفيش بينا حاجة، والبنت عمرها ما عملت حاجة خالص. وانت بتدافع عنها كده ليه؟ عشان انت بتظلميها من غير سبب. يعني انا ظالمة؟ انا ما قلتش كده، انت طول عمرك ست طيبة وبتعطفي عليها، وعارف ان كل اللي بتعمليه ده من خوفك. بس صدقيني، والله اللي في دماغك ده مش صحيح. لكن امي ما صدقتنيش، وفضلت معاملتها لحليمة كل يوم تسوء عن اليوم اللي قبله. واللي ما كانتش تعرفه ان معاملتها لحليمة كانت بتخليني احس بالعطف عليها اكتر، لدرجة اني في مرة قلت لنفسي: طب ليه ما يبقاش في بينا حاجة بجد، طالما هي كده كده بتتهان بسبب حاجة ما عملتهاش. ابتدت علاقتي بحليمة تاخد شكل تاني، بدأت أقرب منها. والغريبة إن حليمة اتفاجئت من قربي ومعاملتي ليها بالشكل ده، وقالت لي: يا بيه اللي حضرتك بتعمله ده غلط. هو إيه اللي غلط يا حليمة؟ أنت عارف يا بيه أنا قصدي إيه؟ لا مش عارف، قصدك إيه؟ يا بيه أنت ابن ناس أكابر، وأنا بنت غلبانة يا دوب بتجري على أكل عيشها. ضحكت على كلامها وقلت لها: يا بنتي هو أنا عملت لك حاجة؟ وبعدين مالك خايفة كده ليه؟ يعني حضرتك مش بتفكر في حاجة كده ولا كده؟ لا مش بفكر يا حليمة، وما تخافيش، مش هتسحب واجي اوضتك في نص الليل، ولا هسقيكي حاجة أصفارة زي ما بيعملوا في الأفلام. طمنتني، إلهي يطمن قلبك يا بيه. معرفش ليه ما قلتلهاش وقتها إن فعلا كان في حاجة جوايا ناحيتها، بس يمكن عشان ما كنتش متأكد من إحساسي، ومش عارف لسه إذا كنت بحبها ولا مجرد واخد الموضوع عند مع أمي وشفقة على حليمة. المهم إن الأيام عدت بعد كلامي ده مع حليمة، ولقيت نفسي واحدة واحدة بميل ناحيتها أكتر. وبصراحة هي كانت بتحاول تبعد عني على قد ما تقدر، لكن محدش يقدر يهرب من سهم الحب، ولو صابتك ملهاش دواء. واتصابت حليمة بسهم حبي، ومن هنا استسلمنا احنا الاتنين للواقع اللي احنا فيه. بس عارف الغريبة ايه بقى؟ اننا لما كنا بعيد وما بنفكرش في اي حاجة، امي كانت مركزة معانا جدا، ولما بدأ يبقى في بينا حاجة ما خدتش بالها خالص. يمكن عشان الاول ما كناش بنحاول نخبي عليها لان ما كانش في حاجة، لكن دلوقتي بقينا بناخد بالنا، يمكن يكون فعلا ده السبب. استمرت علاقتي بحليمة لحد ما في مرة سألتني:
وبعدين يا منصور، اخرة اللي احنا فيه ده ايه؟ مش عارف، بس اكيد لازم نلاقي حل. حل ايه؟ نتجوز. طب والست هانم دي لو عرفت مش بعيد تقتلنا احنا الاتنين. امي طيبة ومش ممكن تعمل كده، بس هي ممكن تطردنا احنا الاتنين من الفيلا. يا ريتها تيجي على قد كده، لكن انا عارفاها مش هتسكت. عارفة، هي المشكلة مش في امي انا بس، المشكلة في ابوكي وامك انت كمان. اكيد مش هيسكتوا عليكي، لانهم طبعا هيخافوا على شغلهم في الفيلا ورضا بابا وماما عنهم. ده لو عرفوا ولا حسوا بحاجة هتبقى مصيبة. بقولك ايه، ما تيجي نسيبنا منهم خالص ونتجوز. قصدك يعني نهرب؟ اه، احنا محتاجينهم في ايه؟ نهرب ونتجوز احنا الاتنين ونعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. سكتت شوية وبعدين بصت لي وسألتني: تفتكر هنقدر؟ وايه المشكلة؟ المشكلة انك بيه، يعني واخد على الراحة والناس هي اللي تخدمك. لا جربت تعمل حاجة بنفسك ولا جربت تشتغل قبل كده. دي حاجات بسيطة كلها، أهم حاجة إننا مع بعض. وهربت أنا وحليمة، دبرت مبلغ وبعدها خدتها وهربنا. أول حاجة عملناها إننا اتجوزنا، بعد كده دورنا على مكان نعيش فيه. المكان ده كان أوضة فوق السطوح، ما هي الفلوس اللي معايا ما كانتش كتير، فخدنا أوضة فوق السطوح وقلنا الباقي نعيش بيه لحد ما الأمور تتعدل وألاقي شغل. بس لما نزلت أدور على شغل ما كنتش عارف أشتغل إيه. أنا زي ما قالت حليمة، ما بعرفش أعمل حاجة لنفسي، يبقى أشتغل إيه؟ من هنا لهنا قررت إني هشتغل في محل وأبيع أي حاجة، شغلانة سهلة وبسيطة ومش محتاجة أي خبرة سابقة. أنا هقف في المحل والزبون اللي تعجبه الحاجة يحاسبني عليها ويمشي. وفعلا دخلت أكتر من محل لحد ما اشتغلت في محل منهم. في اليوم ده كنت طاير من الفرحة، ولما رجعت البيت دخلت على حليمة وأنا مبسوط وببلغها بالخبر. هي كمان فرحت جدا، لأن الشغل ده هيأمن لنا حياتنا. احنا كده ما بقناش محتاجين لحد ولا خايفين من الأيام الجاية، وواحدة واحدة حياتنا بدأت تستقر. لكن كان في حاجة بتحصل جوايا، كنت بحس إني تعبان. ساعات كتير برجع البيت وأنا مهدود من التعب. شغل المحلات ما طلعش سهل زي ما كنت فاكر. أنا كل يوم كنت بروح المحل الصبح أفتح، وبعدها أبدأ أكنس المحل وأمسحه. بعد كده أنزل البضاعة أمسحها من التراب وألمع إزاز الفتارين، وبعدين أرص البضاعة تاني. بعد كده الزباين يدخلوا، فأقف معاهم أقنعهم يشتروا أي حاجة من المحل. وفي آخر اليوم أرجع ألم الحاجة تاني وبعدين أمسح المحل وأكنسه، ولو في بضاعة جديدة أخرجها من الكراتين وأرصها في مكانها. هدت حيل كبيرة، وبدأ سؤال يدور جوايا: أنا ليه بعمل في نفسي كده؟ ليه ما أروحش لأبويا وأمي وأواجههم بالحقيقة؟ هيحصل إيه يعني؟ هيزعلوا شوية، مش مهم، بس في الآخر هيبقوا قدام أمر واقع، وكمان مش هيرضوا إن ابنهم يتبهدل البهدلة دي. المواجهة هتبقى في صالحي. الأول كان ممكن يقدروا يمنعوا الموضوع، لكن دلوقتي خلاص. الفكرة فضلت تلعب في راسي يوم ورا التاني، ومع كل يوم كان حمل الشغل وتعبه بيزيد، والفكرة تنور في عقلي أكتر. كل ده وأنا مقلتش لحليمة على أي حاجة من اللي كنت بفكر فيها. لحد ما في يوم وبعد ما خلاص الشغل خلص، بدأت ألم البضاعة وأكنس المحل. لقيت المدير جاي وبيقول لي: امسك يا منصور، ده قبض الأسبوع بتاعك. مسكت الفلوس وبدأت أعدها، وساعتها اتصدمت وقلت له: بس دول نص الفلوس بس. ما أنا خصمت عليك الحاجات اللي انت كسرتها، وكمان خصمت منك نص يوم عشان جيت متأخر مرتين. أيوة نص يوم ماشي، لكن الحاجات دي أنا ما كسرتهاش، الرف هو اللي وقع لوحده. ما انت اللي حطيت عليه حاجات كتير، احنا بضاعتنا كلها ازاز يا منصور، يعني لازم تتعامل معاها بحساب. وانا اعرف منين ان الرف هيقع؟ والله دي مش مشكلتي، واحمد ربنا ان اللي اتكسر شوية حاجات بسيطة، مش كل اللي وقع، والا كان زمانك شغال شهرين تلاتة من غير مرتب. شهرين تلاتة من غير مرتب؟ هو انت فاكر نفسك اشتريتني؟ ده انا اشتريك انت والمحل بتاعك. تشتريني انا والمحل؟ طب امشي اطلع بره وما اشوفش وشك هنا تاني. اتخانقت معاه خناقة كبيرة، في الاخر رميت الفلوس في وشه ومشيت. قعدت الف في الشارع ومش قادر اروح. لقيت رجلي واخداني لحد الفيلا، بصيت عليها من بعيد وبدأت افتكر الماضي. كنت عايش ملك، بصحى كل يوم اطلب اللي نفسي فيه ويجيلي لحد عندي. ما كنتش شايل هم حاجة، كنت بتحكم في 10 من عينة المدير. دلوقتي بقيت عايش في أوضة فوق السطوح،
ويومي بقضيه بالعافية. ما بقدرش حتى آكل اللي نفسي فيه، أنا باكل اللي المرتب يكفيه، وده فرق السما والأرض. أنا اتهنت كتير من يوم ما خرجت من البيت ده. فقت وقتها على صوت بيقول: منصور بيه، حمد لله على السلامة يا بيه، كنت فين؟ بصيت للي بيتكلم وكان عم فرج بواب الفيلا. قال كده وهو بيفتح الباب. بصيت له وقلت له: ازيك يا عم فرج؟ الحمد لله يا بيه، ادخل اتفضل. سكت وانا ببص على الفيلا من جوه. كمل عم فرج كلامه وقال: ادخل يا بيه، ده الباشا والست هانم هيتجننوا من القلق عليك. صحيح يا عم فرج؟ ايوه يا بيه، ادخل طمنهم عليك. فكرت كتير وبصراحة كنت متردد، لكن في الاخر عديت من البوابة. عم فرج مشي جنبي وكان بيتكلم كلام كتير، بس مش فاكر منه اي حاجة لاني مكنتش مركز معاه. ساعتها كنت بفكر في اللحظة اللي هقابلهم فيها، يا ترى رد فعلهم هيكون ايه. وصلت الباب الفيلا وقتها عم فرج رن الجرس. الباب اتفتح ولقيت قدامي ست جمالات ام حليمة. استغربت انها لسه هنا، معقولة ما طردهاش بعد ما عرفوا اني هربت مع بنتهم؟ وهي اول ما شافتني وشها اتغير، كان باين عليها الغضب. انا متأكد انها لو في وضع يسمح كان زمانها بتديني بالقلم، لكن حكم النفس عن نفس هو اللي مانعها تعمل كده دلوقتي، وكل اللي قدرت عليه انها سابتني ومشيت. عم فرج سبقني ودخل جوه وهو بينده بصوت عالي: يا شلبي بيه، يا شلبي بيه، يا ست هانم. سمعت صوت ابويا خارج من اوضه المكتب وهو بيقول: في ايه يا فرج، بتزعق كده ليه؟ قبل ما يكمل جملته شافني قدامه. في اللحظه دي قلبي اتقبض، اما هو فالفرحه بانت عليه لثواني وقلب تلقائيه: منصور. لكن لقيت وشه بعدها بيتغير والفرحه اتبدلت غضب. قربت منه وانا بقول له: ازيك يا بابا؟ ما ردش عليا. وفي اللحظه دي سمعت صوت خطوات نازله من على السلم. لفيت وشي لقيت امي نازله من فوق. اول ما شافتني جريت عليا، حضنتني حضن طويل وهي بتقول: منصور، كنت فين يا حبيبي؟ قلقتني عليك. انا بخير يا ماما، اطمني. بعدت عني وبصت عليا قبل ما تقول: بخير ايه بس؟ انت مش شايف شكلك عامل ازاي؟ وايه الهدوم اللي انت لابسها دي؟ بقى كده يا منصور تعمل فينا وفي نفسك كده؟ انا ما عملتش حاجه يا ماما، انا كل اللي عملته اني اتجوزت الانسانه اللي بحبها، ولو انكم رافضين انا ما كنتش هسيبكم ابدا. لا يا منصور، انا. قبل ما اكمل جملتها قاطعها ابويا وقلبي حده: وراجع ليه دلوقتي؟ فاكر اننا هنغير راينا بعد عملتك دي؟ لفيت وشي وبصيت له وبعدها قربت منه وقلت له: يا بابا انا جيت عشان اطمن عليكم واقول لكم اني. انت كذاب، انت ما جيتش عشان تطمن علينا، انت جيت لانك حسيت باحتياجك لينا. اكيد ما قدرتش تتحمل العيشه بره البيت ده. واحد زيك اتولد في بقه معلقه دهب، مستحيل ينزل يشتغل عند الناس ويتحكموا فيه، مستحيل يقدر يعيش من غير ما يلاقي اللي بيعمل له كل حاجه ويجيبها له لحد عنده. انا كنت مستنيك تيجي من يوم ما خرجت من الباب ده، واديك جيت زي ما توقعت. بس انا اسف يا استاذ، انت خرجت من البيت ده بمزاجك، وقررت قرار لازم تتحمل عواقبه للنهايه. انت ما بقاش ليك مكان هنا. كلامه كان قاسي عليا، ما كنتش عارف ارد عليه بايه، وعشان كده بصيت له لثواني وبعدين لفيت وشي عشان امشي. لكن امي وقتها قالت: منصور، استنى يا منصور. بعدها لفت وشها لابويا وقالت له: منصور مش هيخرج من البيت، جايز يكون غلط، لكن العقاب مش اننا نحرمه مننا ولا نحرم نفسنا منه. منصور مش هيمشي تاني يا شلبي. يعني ايه؟ يعني انا مش هضيع ابني مني تاني؟ انت كده بتبوظيه يا ست هانم. لا، انا كده بحافظ على ابني. لفت وشها ناحيتي وقالت لي: انت مش هتمشي يا منصور، وهترجع بيتك تاني. ابتسمت في وشها وقلت لها: بجد يا ماما؟ بجد يا حبيبي، انا كنت عارف انكم مش هتستغنوا عني، دي حليمه هتفرح جدا. وشها اتقلب وقالت لي بحده: حليمه مش هتدخل البيت ده تاني، ولا انت هتبقى في حياتها تاني خلاص. يعني ايه يا ماما؟ يعني تنسى اللي فات ده كله، زي ما انا هنسى انك عصيت اوامري وسبتني وهربت مع الخدامه. ايوه بس ما بسش، انت هتطلع دلوقتي اوضتك، تقلع القرف اللي انت لابسه ده، وتدخل تاخد حمام وتنظف نفسك من الزباله اللي كنت واقع فيها. بعدها تنام في سريرك، والصبح ترجع منصور بيه، ابني اللي انا اعرفه.
طب وحليمة؟ حليمة اللي اختارت لنفسها كده يوم ما فكرت تبص لفوق وتمسك السما بايديها. لكن يا ماما اطلع فوق يا منصور ونفذ اللي قلت لك عليه. بلعت ريقي بصعوبة وانا ببص لها. ما كانش قدامي غير حل من الاتنين، يا اما انفذ كلامها وارجع للنعيم من تاني، يا اما اصرخ في وشها دلوقتي وارفض اوامرها، وساعتها هرجع للجحيم اللي كنت عايش فيه. القرار كان صعب، بس انا اخترت النعيم. طلعت فوق، لكن وانا على السلم سمعت ابويا بيقول لها: بقى بالذمه انت يا هانم بتصنعي انسان مشوه، انسان عمره ما هيقدر يتحمل نتيجه تصرفاته يوم من الايام. انا ابني ما غلطش، حليمه هي اللي ضحكت عليه ولازم تدفع ثمن غلطتها. طلعت اوضتي وانا بفكر في حليمه، يا ترى هتعمل ايه دلوقتي؟ زمانها قلقانه عليا وفاكره ان جرالي حاجه، ما تعرفش اني بعتها. انا اسف يا حليمه، بس انا مش هقدر اعيش الحياه اللي انت عايشه فيها، مش هقدر. جايز انت تعرفي تعيشي حياتي، لكن انا مستحيل اعيش حياتك. عارف اني مالكيش ذنب انك حبيتيني، وعارف ان انا اللي حاولت اشدك معايا لفوق، بس للاسف لازم اسيب ايدك دلوقتي قبل ما اقع معاكي للقاع. تاني يوم لما صحيت اتفاجئت ان ست جمالات وجوزها مش موجودين في الفيلا، ولما سالت امي قالت لي انها طردتهم، وقالت انها سابتهم بس على امل ان حليمه تحاول تتواصل معاهم فساعتها تعرف مكاني. لكن طالما انا رجعت يبقى وجودهم ملوش لازمه، ده بالعكس هيبقوا خطر عليا. صدمني تفكيرها، اول مره اشوف الشر ده كله منها. معقوله الواحده ممكن تتحول من الخير للشر المطلق لمجرد الدفاع عن ابنها؟ ويمكن هي مش بتدافع عني انا، يمكن تكون بتدافع عن كبريائها اللي اتهدم بجوازي من حليمه الخدامه وحست بالاهانه. جايز يكون طردهم كان انتقام مؤجل وجه وقته. المهم اني من اليوم ده ما شفتش حليمه تاني، مع اني عرفت من فرج انها جت الفيلا وسالت عليا، ولما عرفت اني موجود طلبت منه يبلغني رساله. يومها وقف قدامي وقال لي: حليمه كانت هنا النهارده. اتخضيت وحسيت بضربات قلبي بتعلى، لكن حاولت اتمالك نفسي وبعدها سالته: وقالت لك ايه؟ سالت على سعادتك، ولما عرفت انك موجود طلبت مني ابلغك رساله. رساله ايه؟ عند الجمله دي فقت على صوت بيقول: عادل باشا. رفعت راسي لقيت الضابط واقف قدامي. حطيت الورق على المكتب وقلت له: ايوه. ايه الاخبار؟ سعادتك بقالك كتير قاعد هنا، وبعدين الواد اللي اسمه سيد لسه ما دخلش لحضرتك. سيد مين؟ واحد من الشغالين اللي هنا. سيد. طب لو سمحت ابعت هاته. تمام، هخلي العسكري يدخله لحضرتك، وهروح انا اشوف الرجاله وصلوا لايه في التحريات المطلوبه. تمام، ويا ريت لو تعرف لي عنوان الفيلا اللي منصور كان عايش فيها مع اهله، وهل لسه ملكه ولا باعها. وعايزين نوصل لحد من اللي كانوا شغالين في الفيلا هناك قبل ما شلبي ابو منصور يموت. بصلي باستغراب، وساعتها كملت كلامي وقلت له: في ماضي كبير ورا منصور محتاج اتاكد منه. تمام سعادتك. خرج الضابط من المكتب، ووقتها عينت الورق تحت اللوحه زي ما كان، وفي نفس اللحظه لقيت العسكري دخل ومعاه سيد اللي وقف قدامي وكان باين عليه التوتر. طلبت من العسكري يسيبنا لوحدنا، وبعدها قلت لسيد يقعد. قعد وكان بيتجنب يبص ناحيتي، اما انا بصيت له لثواني وبعدين ولعت سجاره قبل ما اقول له: مالك يا سيد؟ مفيش يا باشا. امال متوتر كده ليه؟ ارتبك اكتر وقال بصوت مهزوز: وانا هتوتر من ايه يا باشا؟ كل الحكايه اني مصدوم من اللي حصل. عندك حق، جريمه بشعه جدا، واكيد منصور ما كانش يستاهل الموتة دي. بلع ريقه وقال لي: لا ما كانش يستاهلها. متاكد؟ اتخض من كلمتي وبصلي وهو بيقول: قصد حضرتك ايه؟ انت كنت فين وقت ما الجريمه حصلت؟ كنت نايم في اوضتي. وبعدين صحيت على صوت دولة هانم وهي بتصرخ، جريت عشان اشوف ايه اللي حصل. وقتها شفت منصور بيه واقع على الارض وسايح في دمه. انت اول واحد وصلت فوق؟ لا، انا لما طلعت كانت الست دولة واقفة ومعاها عم عبده وثروت وثنية. محدش تاني كان واقف معاهم؟ لا، بس بعد شوية جت عدلات. طب وحليمة؟ الست حليمة جت بعدها لما ثانية نزلت بلغتها الخبر. ما لاحظتش حاجة غريبة اول ما دخلت الأوضة؟ حاجة غريبة ازاي يا بيه؟ يعني حاجة مش في مكانها، شباك مفتوح،
اي حاجه متغيره عن العادي. لا يا بيه، انا من الخضه ما كنتش مركز في الحاجات دي، وبعدين انا كنت لسه صاحي من النوم. ماشي يا سيد، استناني مع الباقيين بره. قام وقف عشان يمشي، بس لاحظت ان عينيه جت على اللوحه وركز معاها لثواني. وقتها بصيت انا كمان على اللوحه، وخدت بالي ان في ورقه خارجه من تحتها. بصيت له وقلت له: في حاجه يا سيد؟ بص لي وقال لي: ها؟ لا يا بيه، عن اذنك. مشي ناحيه الباب، ولاحظت ان خطواته تقيله بالنسبه لشاب زيه. وبعدين هو كان بيبص على اللوحه بالشكل ده كده ليه؟ ويا ترى عارف ايه اللي تحتها، ولا مجرد فضول لما شاف ورقه خارجه من تحتها؟ تصرفات كل اللي هنا مش طبيعيه، في سر وراهم كلهم، بس هو ايه؟ ده اللي لسه مش قادر اعرفه. لكن يمكن لما اكمل قرايه مذكرات منصور اقدر احدد القاتل. عشان كده خرجت الورق ورجعت اكمل قرايه. كان المكتوب الاتي: مش هينفع اقولها يا بيه، اصلها يعني. قول اللي قالته لك ايا كان يا فرج. انا اسف يا بيه، بس هي بتقول لسعادتك البغل اللي يهرب ما يتزعلش عليه، لكن يتزعل على العلف اللي طفحه. اول ما فرج قال لي كده اتصدمت، بس قلت له يمشي. وبعد ما مشي ضحكت على جمله حليمه، ضحكت قوي. ما اكدبش عليك، انا ارتحت بعد الرساله دي، ورغم انها بتشتمني لكن انا كنت شايل هم وانزاح من على صدري. من يومها وانا رجعت اعيش حياتي الطبيعيه تاني، وما فكرتش اسال عن حليمه، ويمكن نسيتها مع الايام. مرت سنين، ماتت خلالها امي، وبعدها بفتره مات ابويا. بقيت عايش في الفيلا لوحدي. وقتها قررت اسافر اتفسح بره واغير جو، لكن الفسحه طولت، وده بعد ما قابلت اوليفا. ما اقدرش اقول اني حبيتها، لكن في حاجه شدتني ليها. عشنا مع بعض فتره طويله، لكن ما خلفتش منها. مش بسبب اني مش عايز اخلف، بس النصيب. سبت اوليفا بعد مشاكل كتير حصلت بينا بسبب اختلاف طباعنا. رحت بعدها بلد واتنين لحد ما زهقت وقررت ارجع مصر. وبعد ما رجعت بفتره قابلتها. كانت اول مره اشوفها من سنين طويله. كنت قاعد في الفيلا لما لقيت واحد من الشغالين بيقول ان في واحده عايزه تقابلني. لما سالته عن اسمها قال لي ما يعرفش. استغربت وطلبت منه يدخلها الصالون على منزل. وبعد دقايق فتحت باب الصالون، وساعتها لقيتها قدامي. اتسمرت في مكاني وقلت بتلقائيه: حليمه. قامت وقفت من مكانها وهي بتبص لي. سكتنا احنا الاتنين دقيقه كامله. بعدها دخلت وقفلت الباب وقربت منها. ما كنتش فاهم سبب زيارتها. معقوله بعد السنين دي كلها جاي عشان نتعاتب؟ لكن قبل ما اتكلم لقيتها بتقول لي: انا مش جاي اتكلم معاك في اللي فات، انا جاي لك عشان تحميني. احميكي من ايه؟ اخويا عارف مكاني وعايز يقتلني. يقتلك؟ بعد السنين دي كلها؟ ما هو كان صغير لما عملنا اللي عملناه، ولا نسيت؟ وبعدين انت مستغرب ليه؟ مستني منهم يعملوا فيا ايه بعد ما هربت معاك، وهم اصلا مش عارفين اذا كنا اتجوزنا ولا لا؟ وانت عرفت منين انه عرف مكانك؟ سأل عليا في الشارع، ولحسن حظي ما كنتش في البيت وقتها. اول ما سمعت انه سأل عليا لميت هدومي وهربت. ما كنتش عارف اروح فين لحد ما لقيت نفسي هنا. طب وانت جايالي انا عشان احميكي؟ ده انا اول واحد هيجي يدور عليكي عنده. مستحيل يوصلوا لي عندك حتى لو متاكد اني جوه الفيلا. بعدين هو اكيد جه سال هنا الاول وما لقانيش، وزمان الناس قالوا له اني ما جيتش هنا من سنين، يعني مش هيرجع لك تاني. قعدت على الكرسي وانا بفكر في كلامها، بس قبل ما اتكلم لقيتها بتقول لي: ما تخافش مني، انا مش هعمل لك مشاكل. المره دي هلتزم بشغلي وبس، يعني هبقى خدامه في الفيلا ومش هبص لفوق تاني يا بيه. ماشي يا حليمه، انا موافق تقعدي هنا بس بشرط. شرط ايه يا بيه؟ ما تخرجيش بره الفيلا نهائي، انا مش عايز مشاكل، وانا اكيد مش عايز اموت. يبقى اتفقنا، تقدري تدخلي جوه وتبداي شغل. اظن انت لسه حافظه الفيلا. ايوه يا بيه. استلمت حليمه الشغل من اليوم ده. ما اقدرش انكر اني عشت فتره طويله بعدها خايف منها ومن اخوها اللي عايز يقتلها، واكيد لو طال يقتلني مش هيتردد. ما انا السبب. خايف منها لانها ممكن تكون بتكذب عليا عشان ادخلها الفيلا وساعتها تنتقم براحتها. وكانت نتيجه الخوف ده اني ما باكلش او اشرب اي حاجه غير لما هي تدوقها الاول. كنت خايف تسمني، لكن هي في مره لقيتها بتقول لي: ما تخافش يا بيه، انا لو عايز انتقم مش هسممك. استغربت الجمله وقلت لها: يعني ايه؟ امال هتعملي ايه؟
ابتسمت وقالت لي: ما تخافش، أنا مش جاي عشان أنتقم منك. هتسألني ليه خليتها في الفيلا طالما مرعوب منها بالشكل ده؟ بصراحة أنا كنت حاسس إني هبقى ندل معاها للمرة التانية لو سبتها تخرج بعد ما جت واستنجدت بيا، ولو اتقتلت هعيش بذنبها العمر كله، لأني مش قادر أنسى إني السبب في كل اللي حصل لها. بس بعد الفترة دي لقيت حليمة بتقولي إن صاحبتها ماتت، وإنها هتجيب بنت صاحبتها تربيها لأن ملهاش حد. وافقت، والبنت دي كان اسمها سنية. ورغم إن الموضوع بقى غريب بالنسبة لي إن كل شوية دخل حد الفيلا، لكن كنت واخد حذري. والحمد لله عدت كام سنة وحليمة محاولتش تقتلني. الحياة كانت ماشية طبيعية لحد ما في يوم لقيت الأستاذ فريد، وده اللي أبويا كان مخليه مسؤول عن كل حاجة خاصة بالشغل، وأنا كمان كنت سايب له الإدارة. لقيته بيبلغني إن المصنع بدأ يخسر. طبعا كانت كارثة. المصنع لو خسر أنا هفلس وكل حاجة هتنتهي. عشان كده بدأت أنزل المصنع وأتابع الشغل بنفسي. ووقتها قابلت سناء، كانت موظفة مجتهدة ولقيت فيها إخلاص شديد وخوف على الشغل، فعينتها سكرتيرة للمكتب. وبعد ما عدت الأزمة اللي كنت بمر بيها قررت أتجوزها. لكن بعد الجواز اكتشفت كل اللي كانت بتعمله مش أكتر من تمثيلية عشان تلفت نظري. ولما الخطة نجحت واتجوزتها الوضع اختلف، ما بقتش بتروح المصنع، وواحدة واحدة ما بقاش فيه اهتمام حتى بيا. وكل يوم أرجع من المصنع عليها مش موجودة في البيت، ولما أسألها تقولي إنها كانت في النادي أو كانت مع صحباتها في مشاوير. العيشة بينا كانت مستحيلة، وعشان كده قررت في النهاية أطلقها. ووقتها تأكدت إنها فعلا كانت بتلعب عليا من الأول، وده لما طلبت مني 1,000,000 جنيه، وإلا هترفع عليا قضية وهتاخد مبلغ أكبر. دفعت لها الفلوس وحمدت ربنا إني خلصت منها. كده أنا عرفتك على الجزء الأول من حياتي بما فيه حليمة وأوليفا وسناء. نيجي بقى للجزء التاني واللي يبدأ بظهور دولت في حياتي. أنا قابلت دولت في حفلة عند واحد من صحابي، كان عامل الحفلة في مطعم مشهور. كانت بنت رياقة جدا وقدرت تخطفني من أول مرة اتكلمنا فيها. ساعتها حسيت إن قلبي بيدق، وعرفت إني اتصبت بسهمها. اتكلمنا أكتر من مرة وعرفت عنها كل حاجة. الموضوع ما خدش وقت طويل وكنت في بيتهم بطلب إيدها للجواز. وخليني أقول لك إني حبيت أهلها جدا، ناس طيبين ومش متصنعين، والأهم من ده كله إنهم مش طمعانين فيا. حسيت وسطهم بالدفى والأمان، وكل ده خلاني أثق في دولة ثقة عمياء، لحد ما جه اليوم اللي اكتشفت فيه إني كنت أعمى بجد. في اليوم ده سمعتها بتتكلم في التليفون مع حد وبتقول له: أنا عمري ما نسيتك، أنت دايما في بالي، بس برضو أنت السبب في اللي إحنا وصلنا له ده. لو ما كنتش سافرت وسبتني ما كانش زماني بقيت مع واحد غيرك. سكتت شوية وبعدين رجعت قالت: لا أنا ما بحبوش ولا حاجة، كل الحكاية إنه إنسان مناسب ليا، غني ومعاه فلوس وبيخليني أعمل كل اللي نفسي فيه. أنا مش بحلم بحاجة غير لما يحققها لي، بس بصراحة مش قادر أحبه، في حاجة جوايا لسه متعلقة بيك. كنت بسمع كلامها وأنا بغلي، مش قادر أتحمل. كنت عايز أدخل وأجيبها من شعرها وأطردها بره النعيم اللي هي عايشة فيه، بس تملكت أعصابي وقلت مش هعمل كده قبل ما أعرف مين الحقير اللي هي بتكلمه. مرت أيام كتير بحاول فيها أوصل لأي معلومة، لكن ما قدرتش أعرف عنه حاجة. كل ما أمسك موبايلها ما بلاقيش غير مكالمات عادية بينها وبين أهلها، تقريبا بتمسح الرقم بعد ما بتكلمه. وحتى لما دورت على السوشيال ميديا بتاعتها ما لقيتش أي حاجة. كنت عامل زي المجنون. تخيل إني بقيت بدخل صفحاتها وأدور في الأكونتات اللي عملت لها تعليق أو لايك وأشوف الأكونت بتاع مين. حسيت إن الحياة سودت في عينيا، الإنسانة الوحيدة اللي وثقت فيها خانتني. لكن الغريبة إن في يوم وبعد ما دولة خرجت زي عادتها لقيت حليمة داخلة عليا أوضة المكتب. سبت اللي في إيدي وبصيت لها وقلت لها: في حاجة يا حليمة؟ قفلت الباب ومشيت لحد المكتب، وبعدها قعدت على الكرسي قبل ما تقول: أنا اللي جاي عشان أسألك السؤال ده، مالك يا منصور؟ كانت أول مرة تندهلي باسمي من يوم ما سيبنا بعض. وما أكدبش عليك، لقيتها فرصة أفتح لها قلبي وأتكلم معاها يمكن أرتاح. عشان كده قلت لها كل اللي سمعته، وبعد ما خلصت بصيت لها. كانت ساكتة مش بتتكلم، لكن بعد دقيقة قالت: صحيح، الدنيا دوارة وكله سلف ودين. قصدك ايه يا حليمة؟ ما اقصدش حاجة، انا ما خنتكيش يا حليمة ولا حبيت واحدة تانية وانا معاكي. وهو انت فاكر الخيانة انك تعرف عليا واحدة تانية وبس؟
لما تطعن الشخص اللي وثق فيك وضحى بحياته عشانك وتسيبه تبقى خيانة يا منصور. أنا ما كنتش عايز أسيبك، بس ما كانش في حد جبرك تسيبني. أنت اللي اخترت تمشي، أنت اللي ما حاولتش تتعب عشاني، وادي اللي عملته فيا اترد لك. أنت شمتانة فيا يا حليمة. أنا عمري ما أشمت فيك أبدا، بس أنا كنت متأكدة إن ربنا عمره ما هيرضى بالظلم اللي أنت عملته فيا، وبيني وبينك كنت خايفة عليك من دعوتي، بس الحمد لله إنها جت على قد كده. يعني إيه جت على قد كده؟ أنا بقولك مراتي بتخوني، أنت شايفة إنها حاجة سهلة؟ وإيه يعني؟ بتخونك طلقها. لا مش هطلقها قبل بعرف مين السافل اللي هي هتعرفه. بسيطة. بسيطة إزاي؟ مالكش دعوة أنت، أنا هجيب لك قراره. بجد يا حليمة؟ طبعا. حسيت إني ارتحت شوية بعد ما اتكلمت معاها، ورغم إني معرفش هي هتعمل إيه، بس كنت مستني منها تقول لي مين هو. عنده أكتر من أسبوع وحليمة لسه ما جابتليش اسمه. بصراحة ما كنتش بطيء أنام جنب دولت وأنا عارف إنها مش بتحبني وبتحب واحد تاني، عشان كده بقيت بنام في الأوضة التانية. والغريبة إنها ما سألتش عن السبب اللي خلاني أعمل كده، زي ما تكون ما صدقت إنها خلصت مني. استمر الوضع كده لحد ما دخلت أوضتها في يوم، لقيتها قاعدة قدام المراية وبتظبط نفسها. قعدت على السرير وأنا بسألها باستغراب: على فين العزم إن شاء الله؟ رايحة عند ماما. خير، في حاجة ولا إيه؟ لفت وشها وبصيت لي قبل ما تقول باستغراب: هو لازم يكون في سبب عشان أزور ماما يا منصور؟ لا طبعا يا حبيبتي، أنا بس بقول إنهم كانوا عندنا من يومين. أيوة بس أنا هروح عشان بابا عازم عمي وولاده بمناسبة إن ابن عمي رجع من السفر. أول ما سمعت الجملة دي افتكرت المكالمة لما كانت بتقول: لما كنتش سافرت وسبتني ما كانش زماني بقيت مع واحد غيرك. يبقى أكيد ده عشقها القديم. أتاريها قاعدة قدام المراية وبتتزوق له، رايحة تقابله الخاينة، مش قادرة تستحمل غيابه أكتر من كده. فقت على صوتها وهي بتقول لي: سكت يعني؟ ضغطت على ايديا وأنا بحاول أتمالك أعصابي. ابتسمت ابتسامة مزيفة وقلت لها: روحي يا حبيبتي وبيسلمي لي على ابن عمك وقولي له الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كملت بعدها اللي هي بتعمله لحد ما سألتها فجأة: اللي صحيح هو اسمه ايه؟ اتسمرت في مكانها لثواني وبعدين قالت لي بتوتر: هو مين؟ ابتسمت وانا بقول: ابن عمك. اتنهدت ورجعت تكمل اللي بتعمله: اسمه صادق. اول مرة اسمع عنه. ما هو كان عايش في اوروبا بقاله سنين، عارف، انا ما شفتوش من وانا في الجامعة. ياه، مسافر من زمان قوي كده. تخيل. ما كنتش قادر اقعد معاها اكتر من كده. قمت خرجت من الأوضة بتاعتها ودخلت أوضتي. أعصابي كانت متدمرة. لقيتني فجأة بطلع موبايلي وبدخل على صفحتها، بفتح كل بوست بدور في التعليقات واللايكات على الأكاونت بتاعه، لحد ما أخيرا لقيته. دخلت عليه بس للأسف كان قافل إن حد يشوف الأكاونت بتاعه. حسيت بالغيظ. بدأت أقول في عقلي: يا ترى قافل الأكاونت ليه؟ ليه راجل يقفل الأكاونت بتاعه؟ أكيد خايف إن أدخل أشوف التعليقات اللي بتعملها له. إيه يا منصور اللي أنت بتقوله ده؟ اتجننت ولا إيه؟ يا منصور، للدرجة دي وصلت إنك تقعد زي العيال الصغيرة تفتح الأكاونت وتراقب مراتك؟ لا، مش منصور شلبي اللي واحدة تعمل فيه كده. أنا هقوم دلوقتي أدخل الأوضة وأخلص عليها، وتروح في داهية عشان واحدة زي دي. اعقل يا منصور، اعقل. أخد الحق حرفة. ليلتها فضلت أفكر لحد ما وصلت الفكرة تخليني أوقعها في شر أعمالها. أنا مش هقتلها، أنا هفضحها قدام أهلها وبعد كده هرميها في الشارع. وقفت قراية هنا وأنا مستغرب من اللي قريته. إزاي منصور كان عارف إن دولت بتخونه مع صادق، وفي نفس الوقت دولت قالت إنه طلب منها ما تتكلمش معاه تاني؟ الكلام اللي قريته معناه إن منصور عايزها تتكلم معاه أكتر عشان يقدر يفضحها، يعني مستحيل يمنعها تكلمه. وحليمة هي كمان كدبت عليا، قالت لي إن دولت ست تمام، مع إن منصور قالها إن دولت بتخونه. في حاجة غلط. فقت على صوت حد داخل المكتب. رفعت عيني لقيته فرد من أفراد الشرطة، قرب مني وقال لي: إحنا لقينا الورقة دي يا فندم. كان مادد إيده بورقة صغيرة. خدتها منه وبعدين قريت المكتوب فيها. كانت جملة واحدة بتقول: أتمنى تعرف تحل القضية دي كمان يا عبقري.
بصيت لفرد الأمن وسألته: لقيتوها فين؟ في جيب بدلة كان متعلقة في دولاب الضحية. تمام، شكرا. خرج فرد الأمن وأنا رجعت بصيت في الورقة. معقولة يكون هو اللي عملها؟ لا، ما أعتقدش. صعب يكون وصل لحد هنا. وليه لأ؟ طب وهو علاقته إيه بمنصور؟ ويعني كانت علاقته إيه بالضحايا التانيين؟ مسكت المذكرات وبدأت أقرأ اللي باقي منها، عايز أتأكد إذا كان هو فعلا ولا حد بيلعب بيا. كملت قراية وكان مكتوب الآتي: النهاردة حصلت حاجة غريبة جدا. كنت نايم في الأوضة بالليل لما سمعت صوت جاي من الشباك. قمت من مكاني وفتحت الشباك، بس ما كانش في حد. دخلت وقفلت الشباك تاني، لكن عدت دقايق ورجعت سمعت الصوت مرة تانية. جريت على الشباك وفتحته، والمرة دي لمحت خيال حد بيجري ناحية الفيلا من ورا. بسرعة قفلت الشباك وجريت على تحت وأنا بنده على كل الشغالين. أول واحد خرج كان عبده. قلت له إن في حد بره في الفيلا. ساعتها سابني وجري على الباب. بعدها لقيت ثروت خارج وهو بيسألني، بس طلبت منه يجري ورا عبده ويلحقه. بعد كده خرجت ثانية وعدلات وسألوني. قلت لهم يرجعوا مكانهم عشان في حرامي في الفيلا. بعدها دخلت مكتبي وخرجت المسدس من الدرج ومشيت ناحية باب الفيلا. لكن قبل ما أخرج لقيت عبده وثروت راجعين وهم بينهجوا. بلغني عبده إن ملقاش حد في الفيلا كلها. في الوقت ده خدت بالي إن سيد مش موجود. لما سألت عبده قال لي إن ما شافوش. قلت له ينزل يشوفه في أوضته. بعدها خرجت بره الفيلا وبدأت أبص حواليا وفي الجنينة. ما كانش في حد فعلا. مرت دقايق لحد ما لقيت عبده جايب سيد وجاي. لقيت سيد بيقول لي: أنا آسف يا منصور بيه، كنت نايم والله ما سمعتش حاجة. بصيت له لثواني وكان شكله بيقول إنه ما كانش نايم. بصراحة شكيت فيه، لكن عبده جابه من الأوضة، يعني أكيد كان جوه. بس مش هقدر أتهمه بحاجة، مفيش دليل ويمكن أظلمه. طلبت منهم كل واحد يرجع أوضته ويخلي باله كويس. طلعت بعدها فوق، وأنا طالع على السلم افتكرت دولت. معقولة نايمة ومصحيتش على الصوت ده؟ جريت على أوضتها بسرعة، وده لأني فكرت إن ممكن يكون حصل لها حاجة. فتحت باب الأوضة ودخلت، لقيت دولت نايمة في السرير. غريبة، مش عادتها يبقى نومها تقيل كده. قفلت الباب تاني ورجعت أوضتي، لكن ما جاليش نوم نهائي. كنت قاعد بفكر في كل حاجة بتحصل لي اليومين دول. أنا بقيت عايش في جحيم وشاكك في كل اللي حواليا. وقفت قراية ورجعت بصيت في الورقة اللي ادهاني فرد الأمن. معقولة تكون أنت اللي زرته؟ بس هو لما بيزور الضحية بيقتلها على طول. لاحظت وقتها حاجة غريبة. الكلام كان مكتوب باللون الأسود، وهو من عادته يكتب باللون الأحمر. أنا صح، مش هو القاتل، ده مجرد تضليل. قمت وقفت والورق كله في إيدي ومشيت ناحية الباب. بس وقتها جت في دماغي ملحوظة تانية. وقفت في مكاني وبصيت في مذكرات منصور. لون الحبر واحد. ركزت أكتر، الخط كمان واحد. يعني القاتل هو اللي كتب الكلام ده كله مش منصور. كان بيلعب بيا من البداية. رجعت المكتب وحطيت الورق عليه، وبعدها بدأت أفتح الأدراج. كنت بدور على المسدس اللي اتذكر في المذكرات. لو منصور ما كتبش الكلام ده، يبقى القاتل عارف إنه بيشيل سلاحه في المكتب، وده معناه إني مفروض ألاقي. إيه ده؟ المسدس مش موجود. طب إزاي؟ ما كنتش فاهم حاجة. يعني القاتل كتب مكان المسدس وهو عارف إني هقرا المذكرات، وبعدها سرق المسدس. المفروض إني يسيبه مكانه عشان كل حاجة تبان طبيعية. ندهت على العسكري وطلبت منه يجيب لي دولة ومعاها كل الشغالين. نفذ الأمر، وأول ما دخلوا كلهم قفلت عليا الباب أنا وهم. طلبت منهم يقعدوا على الكراسي. بعدها وقفت قدامهم وقلت لهم: دلوقتي أنا عرفت مين اللي قتل منصور. بصيت على وشهم عشان أراقب تعبيراتهم، لكن كلهم كانت ملامحهم جامدة، ما فيهاش أي تعبير، لا بالاندهاش ولا بالقلق. كملت كلامي وقلت: القاتل واحد فيكم. خلصت الجملة ورجعت أراقبهم مرة تانية، والمرة دي كان في تعبير واحد بس على وشهم: الصدمة. كانوا مصدومين. اتكلمت دولة وقالت: معقولة القاتل واحد من الشغالين؟ رديت عليها بابتسامة: وليه حضرتك افترضتي انه من الشغالين؟ مش يمكن تكوني انت القاتل؟ ارتبكت وقالت: انا؟ وانا هقتله ليه؟ وليه حد من الشغالين هيقتله؟ في الوقت ده اتكلمت حليمة وقالت لها: ايوه، اشمعنى احنا اللي يتشك فينا؟ ما جايز تكون انت اللي قتلتيه بعد ما كشف سرك. قامت دولة من مكانها وهي بتزعق فيها:
سر ايه يا كركوبه انت؟ يعني مش عارفه سر ايه؟ ابن عمك اللي انت مرافقاه على جوزك. ابتسمت وانا بسمع كلام حليمه. اما دولت فرغم انها كانت منفعله، لكن كان باين على وشها المفاجاه ان حليمه عارفه الموضوع صادق، وعشان كده سكتت ثواني قبل ما تقول: ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ وقفت حليمه وقالت لها: لا انا ما اتجننتش، ومعايا دليل انك كنت تعرفي صادق على جوزك. دليل ايه؟ في اللحظه دي دخلت انا وقلت لحليمه: ولما انت معاكي دليل على خيانتها، ليه كدبتي عليا وقلتي لي انها ست شريفه؟ انا ما كنتش عايز اسوق سمعتها، ان الله حليم ستار، بس لو هتوصل انها تتهمنا بالقتل يبقى كل واحد يلزم حده. طب ليه ما تكونيش انت اللي قتلتيه يا حليمه؟ اتفاجئت من سؤالي وبلعت ريقها قبل ما تقول: وانا هقتله ليه؟ عشان اللي عمله معاكي زمان. ادي سعادتك قلت زمان، يعني لو عايز اقتله كنت قتلته من ساعتها. مش يمكن كنت مستنيه الفرصه المناسبه، خصوصا انه كان شاكك فيكي دايما. انا ما قتلتوش. امال ليه خبيتي عليا ان ثانيه تبقى بنته؟ اول ما قلت لها كده وشها اتقلب والصدمه بانت عليها، اما ثانيه فرضمت على خدها. كملت كلامي وقلت: واضح انك ما قلتيش لثانيه ان منصور يبقى ابوها. قالت ثانيه وهي بتلطم: والنعمه ما كنت اعرف. بعدها قامت وقفت قدام امها وهي بتعيط وبتلطم: ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه؟ عيطت حليمه وهي بتحاول تمسك ايد ثانيه عشان ما تلطمش. بعدها قالت بدموع: ما كنتش اعرف ان ده هيحصل، ما كنتش اعرف. واضح ان ثانيه هي القاتل. حليمه عرفت وحاولت تداري عليها. سالتها: ايه اللي حصل بينك وبين منصور يا ثانيه خلاكي تقتليه؟ لفت وشها ناحيتي وفضلت تلطم وهي بتقول: والله ما كنت اعرف، والله ما كنت اعرف. انهارت في العياط وكل الموجودين كانوا مستغربين اللي بتعمله. قربت منها وانا بقول لها: اهدي يا ثانيه، اهدي. هي ما قالتليش يا باشا، لو قالت لي ما كانش ده حصل. ما قالتليش، والله العظيم ما قالت لي. منصور ابويا؟ ابويا ازاي؟ ازاي؟ بعد ما قالت كده اغمى عليها ووقعت على الارض. في نفس اللحظه قامت حليمه وجريت عليها: بنتي ثانيه، فوق يا ثانيه. لاحظت ان كل الموجودين كانوا بيبصوا على ثانيه بقلق ما عدا واحد: ثروت. ثروت كان بيبص لها باشمئزاز. لاحظت ان شفايفه بتتحرك بس ما قدرتش اعرف بيقول ايه. فتحت الباب وطلبت من العسكري ينده حد من المسعفين. بعد دقيقه دخل المسعف وبدا يفوق ثانيه. اول ما فاقت بصيت لها وقلت لها: قتلتي لي يا ثانيه؟ هزت راسها بالنفي ورجعت تعيط تاني. طلبت من المسعف ياخدها لعربيه الاسعاف. بعدها طلبت من العسكري يروح معاهم، وبعد ما تبقى كويسه يقبض عليها. بس في اللحظه دي ثروت قام وقال: مش ثانيه اللي قتلت منصور. بصينا له كلنا باستغراب. ساعتها قلت له: ايه ده؟ انت بتتكلم كويس اهو. ايوه يا سعاده البيه، انا بتكلم كويس ومش بنص لسان. دي حركه انا بعملها دايما عشان الناس تشوفني الواد الغلبان الضعيف، فيبعدوا عني ويسيبوني في حالي. لكن الحقيقه اني لا غلبان ولا ضعيف. انا متابع كل اللي حواليا كويس، وعارف كل واحد فيهم مخبي ايه. وعشان كده بقول لسعادتك مش ثانيه اللي قتلت. انا كنت متاكد انك شفت حاجه. ايوه شفت يا بيه، شفت سيد وهو بيقتل منصور. كل الموجودين اتصدموا من كلام ثروت. اما سيد فجري عليه وضربه وهو بيقول: اه يا ابن جريت عليه انا والعسكري ومسكناه. بعدها طلبت من العسكري يقبض عليه واتحط الكلبش في ايد سيد. اما انا بصيت لثروت وقلت له يكمل كلامه. عدل هدومه وبعدين قال: شفته وهو بيتسحب بالليل وبيدخل المطبخ. بعدها طلع على اوضه منصور، فتح الباب بهدوء واتسحب لحد جوه. بعدها خنق منصور، ولما اتاكد انه مات سحبه ودخله اوضه دولة هانم. وبعد كده خرج السكينه من ورا ظهره وبدا يطعن منصور في صدره. بعدها قلع منصور دبلته وحطها على صدره. ما كنتش بصدق اللي بشوفه بعينيا، مع اني كنت متوقع حاجه زي دي من سيد. المهم انه بعد ما خلص خرج من الاوضه. وقتها انا جريت واستخبيت تحت. لقيته نازل اوضته وبعد دقيقه رجع، كان شايل حاجه في ايده. لما ركزت اكتر شفت كوبايه فاضيه. طلع فوق بس المره دي خفت اطلع وراه. في نفس اللحظه لمحت خيال ورا باب الفيلا وسمعت صوت المفتاح. عرفت ان ست دولة رجعت. جريت على تحت بس للاسف شافتني. اول ما طلعت صرخت بصوت عالي. وقتها كلنا جرينا على فوق ما عدا ست حليمه.
انا كنت فاكر انها كشفت سيد وخفت يكون قتلها هي كمان، لكن لما طلعت فوق لقيتها لوحدها وما لقيتش سيد. كنت بدور عليه بعيني في المكان، ما كانش له اي اثر. بس لما كلنا دخلنا اوضه ست دولة لقيته جاي من ورانا وعمل نفسه كانه جاي من تحت ومثل انه اتاثر. كنت ببص له وانا مرعوب منه، ازاي قادر يقتل منصور وواقف دلوقتي بعيط عليه؟ لكن واضح ان نظراتي كشفتني لسيد، عشان كده اول ما نزلنا تحت لقيته قرب مني وقال لي: لو فتحت بقك هتحصله. افتح بقي بايه؟ انت هتصيع عليا يالا؟ اسره، لو اتكلمت هتنام جنبه. سابني بعدها ومشي. خفت اتكلم او انطق باي حاجه من اللي شفتها، لكن انا مش هسكت وانا شايف انسانه بريئه بتتعدم بداله. جايز تكون ثانيه غلطت، لكن ما تستاهلش الاعدام ابدا. اللي يستاهل الاعدام هو سيد، لان هو القاتل الحقيقي. ليه سيد قتل منصور؟ وثانيه غلطت في ايه؟ سيد كان بيحب ثانيه وبيحاول يقرب منها، لكن كانت بتصده دايما. فضل الحال على كده لحد ما سيد عرف انها على علاقه بمنصور. وقتها اتجنن، وسمعته في مره وهو بيحلف انه هيقتل منصور، بس عملت نفسي ما سمعتش اللي قاله. وقتها بس فهمت ليه ثانيه كانت بتلطم. كانت على علاقه بمنصور من غير ما تعرف ان ابوها ولا هو يعرف انها بنته. طلبت من العسكري ياخد سيد للبوكس، وبعد ما خلصنا معاينه الفيلا رجعت مكتبي. كان في اسئله كتير بتدور في دماغي، اهمها ايه الكوبايه اللي سيد خدها وحطها فوق الكومودينو في اوضه منصور. بس ده سؤال عرفت اجابته اول ما وصل تقرير المعمل الجنائي، واللي اثبت ان البصمات اللي على الكوبايه كانت بصمات ثانيه. يعني سيد قتل منصور وكان عايز ثانيه هي اللي تلبس القضيه، خصوصا انه مسح بصماته من على السكينه، والكوبايه كانت الدليل الوحيد اللي عليه بصمات. استدعيته ولما وقف قدامي سالته: كل ده عشان ثانيه؟ تقتل بني ادم واديك هتتعدم، تفتكر الحكايه تستاهل كل ده؟ كسرت قلبي، وانا اللي يكسر قلبي ادوس عليه بجزمتي. هي كسرت قلبك وانت قتلت واحد ملوش ذنب، وهتموت انت كمان مقابل ولا حاجه. بس خليني اسالك الاول، انت ليه تعبت نفسك وكتبت المذكرات دي؟ وبعدين عرفت منين المعلومات دي كلها عن حليمه ومنصور ودولة وصادق؟ انا كتبت المذكرات دي عشان اخليك تشك في كل الموجودين، اما المعلومات فكان سهل جدا اعرفها. وده لما سمعت حليمه ومنصور بيتكلموا في اوضه المكتب وبيحكي لها عن خيانه دولة، وقتها بدأوا يتعاتبوا وفتحوا القديم. طب وعرفت منين موضوع الورقة اللي السفاح بيسيبها؟ يا باشا الحكاية اللي بينك وبين السفاح البلد كلها عارفاها. يعني انت كنت عارفني من الأول؟ لا مؤاخذة يعني يا باشا، بس من ساعة قضية السفاح دي وحضرتك أشهر من لعيبة الكورة. هو صحيح سعادتك قبضت عليه ولا لسه؟ ابتسمت في وشه وأنا بقول له: هقبض عليه وهلبسه البدلة الحمراء زيك، وقريب ما تقلقش. عادل باشا، يا باشا. فوقت على صوت حد بينده عليا. لما بصيت لقيت الظابط واقف قدامي فقلت له: في ايه؟ حضرتك كويس؟ اه كويس كويس. طب الورقة دي من السفاح فعلا ولا تفتكر يكون في حد بيقلده؟ لسه مش عارف، بس كله هيبان لما احقق في الموضوع اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكر شادي اسماعيل على كتابتها، وبشكركم انتوا كمان انكم وصلتوا معانا لحد هنا. لو القصة عجبتكم اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة تسمعني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد دايما. واستنونا فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي الليل.